عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم مع أحداث جديدة من مسلسل ويبقى الأمل. أحداث مختصرة كنعطيكم أحداث مختصرة اللي غادي يوقعوا في هاد السيمانة إن شاء الله. الأول حدث اللي هو معانا دابا اللي كنشوفو أن فراس تيكون تيقلب على على شكون اللي يتبرع العفاف بالدم، حيت الطبا تيقولوا ليه ضروري خاصنا الدم ديال الدم من الفصيلة ديالها، حيت خاصها إرجون. المهم تيبقى تيقلب ما تيلقى حتى حد. تيشوفوا هنايا كلشي طالع عليه الدم، وهنا تيشوفوا شنو بغا يديروا. ميرهان تتشوف بنتها لينا تتقول انا عارفه بلي عندك نفس الفصيله الدم ديال العفاف، عتقيها. المهم في الاخر تتقنعها باش تعتقها. لينا تتبرع بالدم العفاف. من بعد ما تتبرع لها بالدم كلشي تيكون مزيان. عفاف تتشافى وتتخرج من غرفة العمليات، وتنشوفوا هنا أن العائلة كلها مجموعة وفرحانين بها بزاف، حنت خرجت ولات لاباس عليها. وميرهان تتشكرها وفراس حتى هو وبابا وكلشي كيشكرها، حنت ضحات براسها باش يبقى هو عايش. كنشوفوهم هنايا كلهم فرحانين. المهم هذا هو الحدث الأول. بالنسبة للحدث الآخر أن لينا باش تمشي عفاف للدار تتصالح معاها وتتقول لها سمحي لي بزاف على داكشي كله اللي درت ليك، وانا دابا دمي تيجري في عروقك، يعني ولينا واحد وخاصنا نكونوا فرحانين وما نبقاوش مخاصمين كيف كنا. هنا حدث اخر اللي مهم حتى هو ان هدى تتولي هي الشركة ديال فراس في الشركة، من بعد ما سيليا مشات وخلت لها، حيت هي اصلا كانت هداتها قالت لها غتعطيني النص ديال الاملاك ديالك ولا نعطي الفيديوهات اللي عندي الفراس. المهم سيليا مشات وخلت لها النص ديال الشركة ديالها. فراس وامير تتصدموا بهذا الخبر ولكن ما عندهم ما يديروا. هنا تنشوفوا حاجه اخرى ان امير تيجي لباب الدار ديال سونيا وتيقولها واش تزوجي بيا بواحد الطريقه كوميديه. ماما هدا تقولها ماشي هي هادي الطريقه صحيحه باش الناس يطلبوا الزواج. وهي كتبقى كتقولها، هي كتفرح بزاف وكتقولي صافي انا ماشي مشكل انا مقابله بك. وما تتبقى مستعجبه منها تقول لها علاش قبلتي بهاد الطريقه ماشي هي هذيك. المهم كيف العاده امير صافي قبلت صوفيا صافي قبلت الزواج من امير. غصون ولات عندها صاحبتها جديده اللي هي بنت ياسمين. من بعد ما فراس وعفاف مشاو مع ياسمين للدار وشافوا بنتها شحال مريضة، حيت ياسمين كانت تبكي وسولوها مالها، قالت لهم راه بنتي مريضة. قالوا لها صافي حنا غنمشيو معاك للدار نشوفوها. مشاو معاها للدار وعرفوا المرض ديال البنية وبقات فيهم بزاف وقالوا لها حنايا غادي ناخدوها معنا للدار باش تبقى معانا وميم طون تبقى حداك ونبقاو نقابلوها وميم طون تبقى حداك وناخدو لها الدواء اللي خاصها، حيت هي اصلا هي خاصها واحد الدواء. وهذاك الدواء تيكون غالي، داكشي اللي علاش اصلا كانت كتخدم مع سيليا باش تعطيها الفلوس ديال الدواء، حيت الدواء اللي كتاخد بنتها غالي. المهم دابا فراس وعفاف ولاو غادي المهم دابا فراس وعفاف غادي يلقاو لها الحل وغادي يديوها معاهم للدار وتبقى مع غصون صاحبتها. هذا هو المختصر ديال الاحداث اللي غادي يوقعوا في المسلسل في هاد السيمانه ان شاء الله. بالنسبه للناس اللي تيبغيو الاحداث بالتفصيل والحلقات بالتفصيل انا ديما كنخلي لكم واحد الرابط في التعليق، دخلوا لي وتما غادي تلقاو الحلقه بالتفصيل. المهم كتلقاو حلقه مجموعه تقريبا فيها شي 6 حتى 7 الحلقات، تفرجوا فيها وشوفوا الاحداث كلها اللي فاتتكم والحلقات اللي فاتكم.